أهلا وسهلا زينات، نهاركم زين وعطر بذكر الله. نرحب بكم ونتمنى تستمتعوا معايا في هذا الفيديو، لأن راح نديروا وصفة منعشة توالم سخانة. هذه الوصفة هي بسبوسة بكريمة الليمون، منعشة للقلب. نتمنى من قبل ما نبدا الوصفة تخطي لي على هذاك الجام، لأن الوصفة تستاهل. نبداو على بركة الله. الوصفة المقادير المضبوطة راح نحطهم في صندوق الوصف. في ريسيبيون نحطو 4 حبات بيض بدرجة حرارة الغرفة، ويكون الحجم تاعها متوسط، ماهي كبير ماهي صغير، مع رشة تاع الملح. وبالباتور نخلطوها مع كاس سكر. الكاس هو الكاس تاع ام وليد 220 مليلتر. نضربو السكر حتى تولينا لاباغاي بيضة يطلع لنا شوية البيض كما موضح. نزيدو لها كاس الزيت، نضيفوه تدريجيا، ما نضيفوش دفعة واحدة. الزيت جامي ديريه دفعة واحدة، دخليه كي تدخليه في المايونيز، يديره تدريجيا وديره كي الخيط كيما حط على مايونيز. نزيدو لها كاس حليب، نفس الشيء تدريجيا. نزيدو 2 مغالف من نواة كوكو، و2 أكياس خميرة كيميائية، وزن 10 غرام، صافي 20 غرام، و 2 كيسان سميد موين. ندخلو النواشف كامل في السوائل ونحبسو نخلوها ترتاح 10 دقايق. البسبوسة السر تاعها باش ما تجيش مفتتة وتجي السميد تاعك يشرب كاع السوائل، خليها تريح مينيموم 10 دقايق. ما نساوش لافاني وبشور تاع حبة ليمون. الليمون هو الأساس في هذه الوصفة. بعد ما ارتاحت لنا وخليناها ارتاحت، نجيبو المول يدخل في الفور، ندهنوه بالزبدة وسميد. هذا حجم عائلي، حتقطع لك ب4 بيضات، تقطع لك كمية كبيرة. هنا الفرن كنا سخناه من قبل 180 درجة، حتى 4 ساعة من قبل ما نبداو. كي نبداو الوصفة برك نشعلو الفرن تاعنا على 180، 35 دقيقة طيب لك. حمريها من الفوق تكون واجدة. لو طون لا راهي طيب نوجدو لاكخام. لاكخام وسيتخون. عندنا كاس عصير الليمون مع كاس سكر، 2 حبات بيض، نخلطو كلش فوق النار حتى يعقد لنا. نزيدو لها مغرفة تاع مارغرين، نخلوها تبرد. طريقة موضحة في الفيديو كيما راه موضحة. البسبوسة هذه تحتوي على 2 طبقات، الطبقة الأولى والطبقة الثانية. هنا طبتنا درنا لها الزبدة، نغطوها بفيلم كونتاكت ونرجعوها تبرد. نوجدو الكريمة الثانية في نفس الكسرونة، بلا ما تغسليها ديري 2 كيسان حليب، باكي تاع الفلون وزن 50 غرام، 2 مغارف مايزينا، و2 مغارف سكر. بارد في بارد، نخلطهم مليح، ندوهم فوق النار يعقدوا. الكريمة هذه نوجدوها كي نشعلو لها من الفوق للبسبوسة. وهنا كنا وجدنا سيرو اللي نشربو به. قبل ما نبدا قاع ندير البسبوسة كنت وجدت سيرو اللي نشرب به البسبوسة. 2 كيسان سكر، 4 كيسان ماء، فوق النار 10 دقايق، طفيلو. تحقوهاش حلوة بزاف. هنا بعد ما توجد لاكريم ديريكت كنا
احنا بعد ما طابتنا البسبوسة نشربوها بالسيرو اللي درناه، يكون بارد والبسبوسة سخونة. نشربوها بيان، وتكون وجدت لاكريم اللي وجدناها. لازم لاكريم نطيبوها واحد 5 دقايق من قبل ما تكمل البسبوسة طيبها، لازم نفرغوها ديريكت. صوبو الوجه مليح، نديرو لاكريم الاولى تبرد باش نزيدو فوقها لاكريم دوزيام، لاكريم وسيتخون. هنا بعد ما بردت لنا زدنا لاكريم دوزيام. صدقيني جربيها محاش تندمي. خلوها تبرد، تزيين يولي الكليك. تزيين اختياري، واش عندك في الدار تزيني به. انا زيد هنا بلا كوكو. نقسمها معكم ونشوفوها في صحن التقديم. صدقيني جات خفيفة وبنينة ومنعشة توالم للصيف. الحق لنهاية الفيديو، في أمان الله، إلى اللقاء، إلى فيديو قادم إن شاء الله.